كنوز أبيدوس، الأسرار المدفونة. دي أهم الأماكن اللي لازم تعرفها في العرابة المدفونة، وكل مكان وراه لغز. معبد سيتي الأول ده مش مجرد معبد، ده تحفة معمارية محفور فيها قصة الملك سيتي. الأهم من كده إن فيه قائمة ملوك أبيدوس الشهيرة. دي مش قائمة أسماء عادية، دي وثيقة سرية بتوضح أسماء ملوك مصر القديمة اللي حكموا قبل سيتي الأول. ودي كانت بتعتبر مفتاح لفهم تاريخ مصر. لما تبصلها تحس إنك بتبص على أسرار الكون. الأوزريون، وهنا بقى التقيل بجد. الأوزريون ده بناء غامض ومهيب خلف معبد سيتي الأول. بناؤه مختلف تماما عن أي بناء فرعوني تاني، كأنه مدفون تحت الأرض بشكل غريب. البعض بيقول إن ده قبر الإله أوزوريس نفسه، إله العالم الآخر. إيه اللي خلى الفراعنة يبنوا بناء بالحجم ده تحت الأرض وبتصميم مختلف عن كل اللي عرفناه؟ ده سر بيحير كبار علماء الآثار لحد دلوقتي. معبد رمسيس الثاني بناه الملك العظيم رمسيس الثاني تكريما لوالده سيتي الأول. فيه رسومات ونقوش بتحكي قصص أسطورية، لكن كل حجر فيه كأنه بيصرخ بتاريخ ملوك العظام اللي كانوا بيجوا يتبركوا بالمنطقة دي، عشان دي كانت تعتبر أرض مقدسة. إيه رأيك في القصة؟ هل غموض العرابة المدفونة وكنوز أبيدوس لسه ما شدش انتباهك؟ القصة مش عجباك ولا إيه؟ لو عجبتك القصة دي اشترك بالقناة علشان تشوف المزيد من الأسرار والغموض المدفون في تاريخنا.